وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا. الحمد لله علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل القرآن هداية للناس ونبراسا يضيء لهم الطريق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي الأكرم، علم القرآن فكان خير معلم، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأصحاب الأطهار أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء، في حلقة جديدة تأتيكم من برنامج في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وتناولنا في الحلقتين السابقتين عن السلطنات والإمارات الإسلامية التي كانت في شرق أفريقيا وسميت ببلاد الطراز الإسلامي، وما كان لها، ورأينا ما كان لها من دور عظيم في نشر الإسلام واللغة العربية ووجود الحضارة الإسلامية في تلك السلطنات. ولكن لم يألو الكفار جهدا في إزالة هذه الإمارات، حيث شن العدو الإثيوبي النصراني على هذه الممالك أو السلطنات عدوانا شرسا حتى أبيدت كاملة. وكان السبب وهذا جاء بما يسمى بحركة الجهاد الإسلامي التي نشأت لإعادة هذه السلطنات الإسلامية التي اغتصبت من قبل النصارى الأحباش. فكان قائد هذه الحركة الجهادية النضالية هو الشيخ المجاهد الغازي أحمد حوري، وهو من مناطق بلاد الصومال حاليا. وقبل أن نتطرق لهذه الحركة الجهادية النضالية التي جاءت من أجل إعادة الإسلام والسلطنات الإسلامية المغتصبة من قبل النصارى الأحباش، لازم أن نعرف ما هي أسباب والدوافع للجهاد الإسلامي. ومن أسباب نشوء القتال في التشريع الإسلامي قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذه المعاني في الآية والحديث تدل على أن الإسلام لم يأتي ليقاتل الناس، بل جاء ليدعوهم بالتي هي أحسن ويجادلهم في ذلك، وهو رحمة للعالمين. ولكن حينما يقف أعداء الإسلام سدا منيعا أمام المد الإسلامي فيكون هنالك القتال لإيصال هذا الحق للشعوب المضطهدة. ومن هذا يتبين بلا مرية أن القتال في الإسلام ليس هدف بذاته، بل هو وسيلة لتحقيق التوحيد الخالص وإقامة العدل. وهذه الأسباب هي دفع الاعتداء الواقع على الدين أو النفس أو الديار، كما يقول دفع السائل، ومتعلقاتها. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لماذا؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه الآية تدلنا أن القتال يكون حينما يقع الظلم والعدوان على المسلم، لا بد أن يقاتل ويجاهد في رد العدوان والظلم من قبل أعداء الإسلام. وفي هذا يقول الأستاذ سيد قطب في ظلاله رحمه الله: إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض، والمعركة مستمرة بين الخير والشر والهدى والضلال، والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان منذ أن خلق الله الإنسان. الصراع الذي يدور الآن في زمننا هذا وقبله وصراع بين الحق والباطل، بين الإسلام وغير الإسلام، بين الهدى والضلال، والشر جامح والباطل مسلح، وهو يبطش غير متحرج ويضرب غير متورع، ويملك أن يفتن الناس عن الخير إن اهتدوا إليه. الشر له قوة وله سلاح يقاتل أهل الخير، والحق من قوة تحميه من البطش، فلا بد للإيمان والخير والحق من قوة تحميها من البطش، هكذا يقول السيد قطب رحمه الله، وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم. ولم يشاء الله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر والباطل، اعتمادا على قوة الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر وعمق الخير في القلوب. فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيق الفطر، وللصبر حد وللاحتمال أمد وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه، والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم، ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنة. تسلط الكفار على المسلمين هو فتنة في دينهم، يفتنون في دينهم كما حصل للصحابة رضوان الله عليهم، مثل أسرة آل ياسر وبلال بن رباح وسهيب الرومي وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فتنوا في الدين ولكنهم صبروا وانتصروا ويتهيئون، إلا ريس ما يستعدون للمقاومة. المؤمن عليه أن يستعد للمقاومة ويتهيأ للدفاع، ويتمكنون من وسائل الجهاد، وعندئذ أذن لهم في القتال لرد العدوان، كما جاء في ظلال القرآن في تفسير هذه الآية التي سبقت. 2. إزالة العوائق والحواجز التي تحول دون تبليغ الرسالة. على المؤمن أو على المؤمنين أن يرسلوا هذه الرسالة للبشرية ويوصلوها إليهم ويعلمونهم أن هذا الدين وهو الدين الإسلامي وهو دين كل الأنبياء، إن الدين عند الله الإسلام، فينبغي أن ينشروا هذا الخير للمسلمين. وإذا كانت هنالك عوائق وحواجز تحول دون تبليغ فعليهم أن يقوموا بمكافحة ومجاهدة هذه العوائق حتى يصل الإسلام إلى كل إنسان على هذه البسيطة. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أي لا إكراه في الدين. الدين يبين للناس محاسن الدين ومكارم الدين، وأنه عبادة لله سبحانه وتعالى ليس لعبادة البشر، كما قال رستم لأحد من الصحابة: ما الذي جاء بكم؟ قال: جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.
هكذا الإسلام جاء ليخرج هذه البشرية من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وبإزالة هذه الموانع التي تحول دون الناس وحرية اختيارهم لما يدينون. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحدا على الدخول، ولا سيما في هذا العصر الحديث نعيش في طفرة تواصلية تكنولوجية عبر التواصل الاجتماعي. هنالك بث كبير جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على إصقاع العالم، وليس عذر لبعض المثقفين الذين يتابعون هذه التواصل الاجتماعية ألا يقولوا لم يصلنا الإسلام، بل هنالك جمعيات وهنالك مراكز إسلامية وهنالك بحوث قدمت وموجودة في ما يسمى بالمحرك البحث، في ما يسمى بجوجل وغيره. هنالك مادة علمية للإسلام يقدمها لمن يريد أن يدخل الإسلام، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة. أما الشيخ محمد ابن الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول في قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره أحد على الدخول في الدين، ونظيرها قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقوله تعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقد جاء في آيات كثيرة ما يدل على إكراه الكفار. أيضا هناك إكراه الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف، فقال تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون. بعد البينة والحجة إذا لم يكون هنالك قتال حتى يدخلوا في دين الله. وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي الشرك. الفتنة هنا الشرك، والشرك هو مشاركة العبد لله سبحانه وتعالى في التصور والاعتقاد والعبادة. ويدل لهذا التفسير الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الكرام. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كما ذكرنا أن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى هو دفع الظلم والعدوان عن المسلمين، وذكرنا بعد ما قاله العلماء مثل الأستاذ سيد قطب رحمه الله والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الآية التي ذكرناها على لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ولكن هنالك رأي للشيخ محمد الشنقيطي أن يكره الناس في دخول الإسلام بأدلته التي سردها. من ذلك قول
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وكما قلنا الدين الإسلامي لم ينتشر بالعنف والسيف، ولكن هنالك حواجز وموانع وعوائق لا يستطيع الإسلام أن ينفذ إلى الآخرين، فيكون هنالك مقاومة ومدافعة بين الحق والباطل. والجواب على هذا بأمرين: الأول هو الأصح، أن هذه الآية في خصوص أهل الكتاب، والمعنى أنهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقا، وبعد نزول قتالهم لا يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والدليل على خصوصها بهم ما رواه أبو داود وابن أبي حاتم والنسائي وابن حبان وابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت المرأة تكون مقلاء فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين. هذا سبب نزول هذه الآية، نزلت في بني النضير. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت لا إكراه في الدين في رجل من الأنصار من بني سالم ابن عوف يقال له الحسين، كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية: لا إكراه في الدين. وروى ابن جرير أن سعيد بن جبير سأله أبو بشر عن هذه الآية فقال: نزلت في الأنصار، فقال: خاصة؟ قال: خاصة، هذه نزلت في الأنصار وهي خاصة. وأخرج ابن جرير عن قتادة بإسنادين في قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قال: أكره عليه هذا الحي من العرب لأنهم كانوا أمية وليس لهم كتاب يعرفونه. العرب كانوا لا يقرؤون، فلم يقبل منهم غير الإسلام، ولم يكره عليه أهل الكتاب، فإذا أقروا بالجزية أو بالخراج ولم يفتنوا عن دينهم فيخلى سبيلهم. وأخرج ابن جرير أيضا عن الضحاك في قوله تعالى: لا إكراه في الدين، وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثان فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا الله أو السيف، ثم أمر في من سواهم أن يقبل منهم الجزية، فقال سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضا: لا إكراه في الدين، قال: وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطى أهل الكتاب الجزية، فهذه النقول تدل على خصوصها بأهل الكتاب المعطين الجزية ومن فيهم الذي لا يريد أن يدخل الإسلام وهو في ظل دولة الإسلام تكون هنالك عليه واجبات وهو دفع الجزية، فهذا لا يكره على إدخاله على الإسلام. ولا يرد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الأمر الثاني أنها منسوخة بآيات القتال. تلك الآيات لا إكراه في الدين هي قال الشيخ الشنقيطي إنها منسوخة بآيات القتال، كقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ومعلوم أن سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة المنورة، وسورة براءة من آخر ما نزل بها، والقول بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزيد بن أسلم. إذن هذا ما تقدم من ذكر أسباب
والدوافع لإقامة الجهاد أو النضال من أجل نشر الإسلام. الأسباب والدوافع لقيام حركة الجهاد الإسلامي في شرق إفريقيا. لماذا قام المجاهد أحمد حوري بهذه الحركة وقاتل النصارى الحبش حتى كاد أن يستولي على مملكة أكسوم كاملة لولا تدخل القوى الأجنبية مساعدة للنصارى؟ ولقيام حركة الجهاد أسباب عديدة بالإضافة إلى مواجهة العدوان الصليبي، وهنالك الحفاظ على تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمعات الإسلامية والحفاظ على كرامة المجتمع المسلم في شرق إفريقيا، وتأمين القوة والحرية لهم، وتأمين السبل لنشر العقيدة الإسلامية. لذلك نجد الآن كثير من المجتمعات المسلمة الضعيفة الآن في إفريقيا تضطهد من قبل النصارى الذين يحكمون البلاد. وأخيرا الحفاظ على الازدهار الاقتصادي في المجتمعات الإسلامية في شرق إفريقيا. تعد حركة الجهاد الإسلامي في شرق إفريقيا وكانت في القرن العاشر الهجري حلقة من سلسلة حركات الجهاد ضد الصليبيين. الصليب كانوا يقاتلون الإسلام منذ قدم، حتى في الشام وكذا، هولاكو وغيره من الذين قاتلوا المسلمين وقتلوهم. فأينما وجد الاعتداء الصليبي كانت القوى الإسلامية تهب لردعه. وكذلك القوى عندما قاتل القائد الصالح صلاح الدين الأيوبي الصليبية ونزع منهم القدس، فهذه الحركة الصليبية هي امتداد لما كان من قبل. وفي سواء الاعتداء اللي كان في شرق إفريقيا خاصة في البحر الأحمر، بحر القلزم، أو جنوب شبه الجزيرة العربية أو الخليج العربي أو الساحل الغربي للهند. وشرق إفريقيا هي إحدى المناطق الإسلامية التي ابتليت بالمؤامرات الصليبية والعدوانية لمكانتها الاستراتيجية، خاصة ما يسمى الآن بالقرن الإفريقي، وهو القرن الذي يحاذي بما يسمى باب المندب، ذلك الممر الدولي للسفن في البحر. فكان من الضرورات الملحة لقيام هذه الحركة يقوم بها المسلمون هناك للقضاء على التهديد المستمر من مملكة الحبشة النصرانية ضد المسلمين، خاصة بعد اتصال البرتقاليين بالأحباش. كما قلت ذكرنا هذه السلطنات ما تدهورت وما اضمحلت إلا بعد اتصال الأحباش بالبرتقاليين، وكان هنالك دعم لهؤلاء الأحباش حتى قضوا على هذه السلطنات والإمارات الإسلامية السبعة أو العشرة التي كانت تطرز على بحر الأحمر أو بحر القلزم كالطراز الإسلامي في ذلك الوقت، ووضع بنود التحالف القائم بينهما موضع التنفيذ. وقد نصت البنود على القضاء على المسلمين في بحار الشرق والاستعلاء على الأماكن المقدسة الإسلامية. كان بعد ما ينتهوا من هذه السلطنات كانوا يريدون أن يتوجهوا إلى مكة والمدينة المنورة والقضاء على الدويلات الإسلامية المحيطة بالحبشة. إذن من هو صاحب هذه الحركة التي قامت في شرق إفريقيا؟ وهو الإمام المجاهد أحمد بن إبراهيم جوري. ولد هذا الإمام القائد بعام 1506 ميلادي الموافق لعام 912 هجري، وكان مسقط رأسه بغيرة هوبت تقع هذه البلدة بالقرب من مدينة هرر. وقد نشأه أبوه تنشئة إسلامية قوية وفقهه في الدين وعلوم الشريعة، كان عالم
وغرس في نفسه حب الجهاد في سبيل الله، وما أن شب عن الطوق حتى تدرب على الفروسية وفنون القتال. هذا التاريخ الآن لا يوجد كما ذكرنا. هذه المنطقة ظلمت من قبل الباحثين، كانت هنالك حضارات، كانت هنالك دويلات إسلامية، كانت هنالك منارات علم، ولكن للأسف الشديد لم تجد لهذه الدويلات آثار علمية في المكتبات الإسلامية إلا ما ندر. وهذه لقد وجدت هذه الرسالة التي استغيت منها، هي كانت رسالة دكتوراه لجامعة المدينة المنورة للأستاذة نوال. هذه كتبت عن حركة الجهاد الإسلامي في شرق إفريقيا، كتبت رسالة ضخمة وجاءت بهذه العلوم. وهذا الرجل تدرب على الفروسية وفنون القتال، وانضم إلى فرسان، وظهرت مواهبه القيادية بعد مقتل الجراد أبون، ثم تزوج ابنة الإمام محفوظ، وبذلك كسب ولاء أتباع الإمام محفوظ بالإضافة إلى أتباع الجراد أبون، وما أن بلغ من العمر 21 عاما حتى كان قد بدأ فتوحاته في مملكة الحبشة. هذا الرجل لما كان له عزة إسلامية نشأ بها وتعلم، ولقد لمس الإمام أحمد ما أصاب المسلمين من ضعف وراء تفرق كلمتهم والنزاع السائد على السلطة في هرر، وسيطرة الأحباش على المناطق الإسلامية، فنزر نفسه لإصلاح أحوال المسلمين وإحياء حركة الجهاد ونشر الإسلام في كافة أرجاء الحبشة. هذه الرسالة التي ذكرناها هي الجهاد الإسلامي في شرق إفريقيا في القرن العاشر الهجري، 16 الهجري، للباحثة نوال حمزة يوسف السيرفي، وهي رسالة دكتوراه في التاريخ الإسلامي الحديث، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، سنة 1407 هجرية 1987 ميلادي. وكما قلنا كتبت ونقبت عن هذه الحركة بكتاب علمية. ما هي الفتوحات الإمام في مملكة الحبشة النصرانية؟ لم تكن فتوحات الإمام أحمد الجران أو الجوري في مملكة الحبشة وليدة الصدفة أو الحظ، ولكنها نتيجة التخطيط الطويل والسليم، ووراء كل ذلك العقيدة القوية والإيمان الصادق الذي دفع الإمام ليخوض ميدان الجهاد مذللا كل العراقيل والصعوبات. إلى حلقة جديدة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي